أن أفضل صفة يسترق المرء بها قلوب الناس أن يترفق بهم وألا يعاتبهم، فإن العتاب كثيرا ما يفسد الود، وأفضل الناس أعذرهم للناس. وهذه كانت سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، كان قليل العتاب، لا يعاتب إلا فيما يخص أمر الدين، ولا يعزر إلا بهذا الأمر أيضا، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن تنتهك محارم الله عز وجل. وكان عليه الصلاة والسلام كثير الإغضاء ولا يواجه أحدا بما يكره، لذلك خطف قلوب الناس ودخل الناس في دين الله أفواجا لما رمقوا حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. وقد امتدح الله عز وجل بهذه الصفة تحديدا، فقال عز من قائل: وإنك لعلى خلق عظيم.